حرص جلالة الملك حفظه الله طيلة 26 سنة من توليه عرش أسلافه الميامين على بناء النموذج المغربي الصاعد من خلال برامج واستراتيجيات حققت الكثير من أهدافها المسطرة، حيث أطلق جلالته مسارا تنمويا متبصرا ومتدرج لكنه عميق وجذري، جعل من تقليص الفوارق الجماجلية والاجتماعية بين المدن والمناطق القروية هدفا استراتيجيا ليضع المغرب ضمن الدول الرائدة قاريا في مجال التنمية المتوازية والشاملة. مسار جعل المواطن والمجال أساس الرهان التنموي، وعزز بشكل كبير الإدماج الاجتماعي والاقتصادي خاصة لدى ساكنة العالم القروي. فمن منا لا يتذكر الرؤية الملكية السديدة التي أبدعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمشروع تنموي مندمج ونموذج متفرد قام بالأساس على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للفئات الهشة. ومن منا لا يتذكر بفخر الرؤية المبدعة لجلالة الملك التي أفضت لاعتماد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في العالم القروي، والتي استهدف 1200 جماعة ترابية و140 مركز قروي كتضم أكثر من 17 مليون نسمة، حيث خصصت لها ميزانية ناهزت 50 مليار في أكبر استثمار حكومي موجه للتنمية القروية في تاريخ المغرب، مما شكل منه أداة تنفيذية مندمجة أرسى جلالته حفظه الله مبادئها التوجيهية في مضامين خطاب العرش لسنة 2015.